دونالد ترامب يداعب مشاعر الآباط. مساء شريف وعظيم على جميع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق والرئيس المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة اللي هتعقد خلال أيام، من خلال تويتر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يصدر تصريح هام وخطير يخاطب فيه المجتمع القبطي بالولايات المتحدة الأمريكية. بيقول إيه بقى دونالد ترامب؟ أولا بيثني على هذا المجتمع القبطي المسيحي المصري بأمريكا، وهو يعلم جيدا أن هذا الكوميونتي أو هذا المجتمع له ثقل قوي تعداده بالمؤشرات وبالأرقام يتجاوز 900 ألف شخص، على الأقل نصهم لهم حق الانتخاب. بيخاطبهم ان هم يدعموه في الانتخابات الرئاسية القادمة للحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية او الاجتماعية، وبيشكر طبعا ويثني في تاريخهم ونضالهم ضد الاضطهاد وما بذلوه عبر قرون من حب ومحبة، وايضا يثني عن تاريخهم العظيم. والحقيقة الراجل يعني أبو حنان ما أبخلش علينا بحاجة، كل كلامه كان صح. تاريخ الأقباط معروف، مواقفهم وثوابتهم ومبادئهم في الحفاظ على إيمانهم، وده قاله نصا يعني في التويتة بتاعته، يشهد لها التاريخ. لكن أنا شايف إن الحاج أبو حنان الحقيقة ذكي جدا جدا. ليه؟ لأن المجتمع القبطي أو الكوبت كوميونتي في أمريكا له ثقل لوبي. هو طبعا مش لوبي زي لوبي آخر، يعني ملوش سياسيين متدخلين في الأمور أو اقتصاديين مؤثرين على حركات البورصة والستوك ماركت لكن ليهم تواجد قوي على الأقل على مستوى الاجتماعي. ناس في أشغال، أطفال في مدارس، ناس مؤثرة على السوشيال ميديا. فهو بيخاطب المجتمع القبطي لأن الديمقراطيك مختلفين مع الآباط أو المجتمع الشرقي عموما في بعض النقط اللي مش عارفين يندمجوا فيها. يعني موضوع تصريح الدعارة اللي حد اتكلم فيه مؤخرا، المثالية الجنسية، الإجهاض، والتعليم الغير إيمانية أو غير مسيحية أو حتى غير شرقية موجودة في المدارس. فده مخلي المجتمع مش القبطي فقط، المجتمع الشرقي كله أجينست الديمقراطيك. لكن الريبابليك أو الجمهوريين يعني اللي هو يتبعوا أو يتبعهم ترامب وهو ممثلهم أو المرشح منهم، والرمز بتاعهم رمز الفيل، محافظين. يعني لا، عندهم لسه الثوابت والإيمانيات ومنع الإجهاض وحرمانية الدعارة ورفض المثلية الجنسية وأمور أخرى. فهو بيخاطب الفئة المنتاليتي بتاعتها متشابهة مع فكر الحزب بتاعه. ومن ناحية تانية شايف ان المجتمع ده اللي بيخاطبه ده ليه تأثير، ولا ما كانش اصدر ليه تصريح. على فكرة ترامب ما اصدرش تصريحات خالص لأي جالية عربية. انا مستغرب شوية ان هو يعني اختص الأقباط في كلامه، ما اختصش المصريين عموما. دي حاجة وجهة نظر ترجع له. لكن انا شايف ان الأقباط جزء من المجتمع المصري. الايديولوجية بتاعته او الكالتشر بتاعته واحدة، ان احنا كمجتمع مصري بنرفض المثليه الجنسيه ونرفض الدعاره ونرفض الاجهاض ونرفض الامور اللي هي خلاص دي بنسميها تراث مجتمعي ثقافي تربوي. مسلم او مسيحي في مصر هما الاثنين متفقين مع بعض في النقط ديت. على كل، الراجل عمل اللي عليه، واحنا فسرنا كلامه وعملنا اللي علينا. انت بقى كمشاهد
اعمل اللي عليك. يعني يا ريت كل واحد ليه حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي هتعقد أول نوفمبر قادم، يعني خلال أيام قليلة، يذهب وينتخب. أنا كفادي ما بقولش انتخب فلان أو علان، أنا مش بتاع سياسة، لكن أنا بقول روح انتخب، روح ادلي بصوتك، وما تعملش تصويت عن طريق الانتخاب عبر صناديق البريد، لأن خلال الأيام اللي فاتوا رصدوا كذا صندوق بريد بيتم تجميع فيه التصويت الانتخابي محترق. ففي ألاعيب بتتلعب، انا برضو معرفش من اني جهه، من اني مين اللي واقف ورا الموضوع ده، لكن انت اختص، هما بيدوا يومين وبيدوا 12 او 14 ساعه كمان في اليوم الواحد عشان تنتخب. ففضي وقتك وفضي مساحه علشان تروح تنتخب. اللي انت هتنتخبه دوت مش انتخابات محليه ولا برلمانيه ولا كونجرس، ولا ده انتخابات رئيس الدوله، رئيس البيت الابيض، مش اللي بيحكم بس امريكا. نحن نعلم امريكا بتحكم العالم، فبالتالي صوتك مؤثر. هل انت لو رشحت فلان ضد فلان، هل ده معناه ان فلان ده يكسب؟ الله اعلم، لكن تبقى عملت اللي عليك، تبقى عملت اللي عليك. فكل من له حق التصويت في الانتخابات، اللي انا عايز الفيس كده عندي ينور فوت فوت فوت، كل واحد يحط التيكت الاستيكر اللي عليه علم امريكا وكده كلمه فوت، انتخبت. فيا ريت كل الناس تعمل اللي عليها عشان ما تجيش في يوم تندم على ده. ومن ناحيه تانية، اذا كنت ترى البرنامج الانتخابي لدونالد ترامب بيتفق مع ثوابتك ومبادئك، جو اهيد. شايف امر اخر، جو اهيد. ده من ناحيه الثوابت اللي احنا اتكلمنا فيها. من ناحيه بقى الوضع الاقتصادي اللي للاسف خلال الفتره اللي فاتت ده كان يعني صعب جدا في امريكا، من خلال سياسه الدوله مع العالم الخارجي، يعني امور الحروب اللي بتحصل طبعا في الشرق الاوسط وتاثيرها على مصر كبلد ليك اساسيه او بلد اني سياسه هتبقى متوافقه مع النظام في مصر. في امور وابعاد كتيره قوي عن نطاق بس الثوابت والايمانيات والحفاظ على الثقافه المجتمعيه. في مدارك اوسع من كده. فحاول قدر الامكان، او انتوا كاسره حاولوا قدر الامكان يكون لكم دور وهام في هذه المرحله اللي بتتكرر مره كل 4 سنين. بالتوفيق للجميع. زي ما قلت، عايز كده اشوف كده البادجات بتاعت فوت على صدركم، واتمنى من كل قلبي تنشروا الفيديو ده لكل الناس. انا اول مره بقول للناس انشروا فيديو اهو، انشروا الفيديو ده لكل الناس عشان الناس كلها تتحمس وتيجي تحضر انتخابات امريكيه. بالتوفيق للجميع. شكرا.